السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده ان شاء الله. اليوم غادي نوجدوا هذا الفقاس مالح صغير كيجي غزال واقتصادي بعجينه وحده. يمكن لك تصاوبي بزاف د الاشكال. انا هنايا درت 3 د الاشكال. هذا درتو بالهريسه الحار، وهذا درتو بالزعتر كيجي المذاق ديالو زوين، وهذايا درت ليه الثومه والزعتر تا هو تيجي غزال. يمكن لك بالنسبه لهذا ديال الثومه والزعتر تقدري تضيفي اي ملون عندك واي ملون بغيتي. كاين الناس كيفضلوا هذا الفقاس هذا بالالوان، انا فضلت انني نخليه هكا طبيعي. حتى هكا راه كيجي غزال والمذاق ديالو زوين، نتمنى انكم تجربوه. وهذا بالنسبه للعجينه اللي بقات ليا. باش ما نطولش عليكم الفيديو، انا صوبت هذا الشكل هذا، سرحت العجينه مزيان، عجينه بيضاء وعجينه ديال الحار، ولويتها بحال الحربول، ومن بعد قطعتها وكيعطوني هاد الشكيلات هكا. كيجيو حتى هما زوينين كيجي فيه مذاق مختلف، يعني تيتخلطوا فيه دوك النكهات ديال الزعتر وديال الحار، وهذا كيجي غزال. نتمنى انكم تجربوه ان شاء الله وردوا عليا. ما تنساوش الاشتراك في القناه ولايك وفعلوا الجرس. بسم الله. هنا عندي كيلو الا ربع ديال الطحين 750 غرام. عندي هنا 2 المعالق د الملحه، انا كنفضل انني ندير الملحه بيدي. وعندي هنايا معلقه ديال الخميره، ومعلقه ديال الابزار او فلفل اسود. وعندي هنايا خماره د الحلويات كامله. غنخلط هاد المكونات وعاد نضيف مازال، خلطهم مزيان. هادشي اللي ناشف كله غنخلطوه. كما قلت لكم راه كيجي غزال وساهل. غادي نزيد 3 د الفرماجات، يمكن لكم ديروا حتى اكثر. انا بالنسبه لي هنايا درت 3 ديال الفرماجات مثلثين. يمكن لك ديري لي مربعين او ديري فرماج محكوك، او يعني داكشي اللي عندك. 2 معالق ديال الزبده، معلقه ديال الخل. انا كندير معكم هاد الخطوات باش يجيكم ساهل. ضفت بيضه، غادي نعجن شويه هكا، وغادي نزيد الزيت. ما كنحتاجوش الماء بزاف. هنايا عندي خليط ما بين زيت الزيتون وزيت المائده. غادي نجمع به العجينه هكا بحال كنبسبسها كما كتشوفوني. راه كما قلت لكم راه الطريقه سهله بزاف وكيجي زوين. نتمنى انكم تجربوه، والمذاق راه روعه بزاف. هانتوما غادي نبسبسو كله. نتمنى انكم تجربوه حيت المذاق ديالو واعر بزاف. ودابا غادي نجمعو تقريبا بشي كاس د الماء صغير. يمكن لك تضاعفي الكميه الا كنتي غتصوبي اكثر من هكا. ضاعفي هاد المقادير اللي عطيت كلهم ضاعفيهم. ما غاديش ندلكو، غادي نجمعو واحد شويه. يعني ما فيش حتى تماره، وهذا هو من كنبغيو ناخذوه من المحلات كيكون غالي. الاحسن اننا نصايبوه في الدار تنعرفوا اشنو كناكلو كيجي وسهل. سهل بزاف. انا غادي نجمعو. هنا انا غادي نقطعو على 3. غادي ندير 2 الكرات متساويين، وحده غادي نديرها شويه صغيره. انا غادي نقول لكم علاش. باش نضيف دوك النكهات اللي عندي. غندير وحده بالزعتر، وحده بالثومه، وحده ان شاء الله بالهريسه. بالنسبه للهريسه يمكن لك ديري هاد الهريسه، يمكن لك ديري اللي كتكون ناشفه. وهنايا عندي الثوم بودر، ويمكن لك ديري حتى الثومه تحكيها وديريها، راه حتى هي
يعني داكشي اللي عندك متوفر في الدار هو اللي كتخدمي به. وهنايا راه عندي الزعتر من بعد ما نقيته وحكيته. هانتوما كما كتشوفوا المذاقات تيجيو غزالين. بالنسبه لهاد الاولى انا غادي ندير لها الثومه وشويه الزعتر. كما كتعرفوا راه الثومه كتوالم بزاف مع الزعتر، كيجي المذاق ديالهم زوين. هانتوما تيعطيو واحد شويه د اللون، ويمكن لك كما قلت لكم يمكن لك تضيفي ليه اي لون بغيتي. بزاف د الناس كيضيفوا الملون اخضر، انا فضلت انني نخليهم هكا، حتى هكا راه كيجيو زوينين. غندلكها واحد شويه باش ندخل مزيان ديك الثومه والزعتر باش كتنسم كتجي زوينه. راه واخا ما كيتسدلكش كيجي غزال. نتمنى انكم تجربوه كما قلت لكم. هاني صوبت الاولى غنخليها واحد شويه ترتاح، وهذا غادي نضيف ليه الزعتر حتى هو غادي حتى هو غندير ليه بحال العجينه الاولى. غندخل الزعتر مزيان. هانتوما من بعد ما دخلت فيها الزعتر غادي نحطها واحد شويه ترتاح. وبقات هاد الثالثه هادي علاش انايا درتها صغيره، على ود الهريسه كتكون شويه جاريه. ضروري خصني نزيد نضيف لها شويه طحين، داكشي باش درت هادي صغيره شويه. راه يمكن لكم تضيفوا حتى الهريسه الخضراء، حتى هي راه كتعطي اللون خضر. حيت ملي كنضيفوا الهريسه شويه كتجري، ضروري ما خصنا نديروا شويه طحين باش يلا كتجمع لينا العجينه، يلا كتولي في القوام اللي بغينا حنايا. غادي ندخل هاد الهريسه في العجينه الثالثه. راه ساهلين، تدخل بالزربه وكتبقاي تجمعيها وانت كتشوفي واش كيخصك شويه الطحين ولا ما خصكش. لا خصك كتزيدي، ما خصك صافي. الا جمعت لك العجينه صافي بركه. هنايا عندي انا راه جمعات، يعني خدات القوام اللي انا باغيه. هانتوما شوفوا كيعطي اللون. وهذه اللي صوبت بالزعتر، وهذه اللي درت لها الثومه والزعتر. هانتوما شوفوا العجينه كيطلقات ولات مزيانه. غادي ندير لهم السلوفان باش تبقى لي العجينه مطلوقه ما تقشرش ليا من الفوق. ضروري ما خصنا نغطوهم. تقدروا تغطوهم بالسلوفان او البلاستيك اي بلاستيك غذائي عندك في الدار، او اي منديل او اي حاجه. هنا انا غنديرهم كويرات، ومن بعد غنديرهم حرابل. انا نمركم جوج ديال الطريقات باش تقطعوا. يمكنك تقطعيه بحال هكا او ديريه كويرات، او وضروري البنات ما تغطوه باش ما يديرش ديك القشره من الفوق. راه هو ساهل بزاف. وهذه ديال الزعتر انا غادي نديرهم كويرات، عاد من بعد نديرهم حرابل. يعني تخدمي بالطريقه اللي تريحك. تقدري ديرهم كويرات، تقدري ديريهم حرابل هكاك غير تجمعيهم في يدك وديريهم حرابل، اللي تيبقى لك الاختيار. وكيجي المذاقات ديالهم زوينين. ما تحتاجي لا طحين لا والو باش تحربليهم.
كتكون العجينه مزيانه وواصله للقوام اللي بغيتي تخدمي به. وهذه العجينه اللي درت فيها الثومه والزعتر غادي نكورها بنفس الشكل، حتى هي نديرها حرابل. من بعد ما كورتهم كلهم العجينه كامله بثلاثه النكهات ديالها، غادي نغطيهم. ضروري البنات ما تغطيوهم باش العجينه ما كديرش ديك القشره الفوقانيه. وعاد من بعد غادي نكمل، غادي نحلهم مزيان. هانتوما راه كيتحلوا بسهوله، وملي كتكوني دايره لهم الميكا ضروري ما كيطلقوا. داكشي علاش قلت لكم يعني ما تحتاجوا لا دليك لا والو، بلا تماره بلا هذا، وجدي فقاس مالح اللي كيكون رائع صغير وبنكهات مختلفين. هانتوما شوف كيتطلق بسهوله. غادي نديروه رقيق، هذاك الزعتر وهذا ديال الهريسه. باش ما نطولش عليكم الفيديو، حتى انا هاد الكميه اللي صوبت راه يعني عطاتني بزاف. هانتوما البنات من بعد ما كملتهم غادي ندخلهم للفران. وهنايا خرجتهم من بعد ما خليتهم 5 دقائق. ما تفوتوهاش البنات غير باش كتجمع شويه العجينه في الفران على درجه الحراره 180. غنخليهم يبردوا شويه وغنبدا نقطعهم. يمكن لك تقطعي بثلاثه ديال الحرابل او واحد. انا هنا غنوريكم بالطريقه ديال بالنسبه للمبتدئات اللي ما عمرهم ما صايبوه، تقطعي غير بالوحيده. من بعد راه كيولي يجيك ساهل، تقطعي بثلاثه او 4 او هذا اللي بغيتي. كتقطعيه هكا، كديفي الموس باش تيجيك مزيان. وديك 5 دقائق راه كافيه، ما تخليوهش كثر باش ما تجيو تقطعوه ما يتهرش ليكم. عفوا، الا خليتوه تتحمر من التحت وهذا ملي غتجيو تقطعوه هكا غيبدا يتهرس. هذا ديال الزعتر. انا باش ما نطولش عليكم الفيديو كثر، داكشي باش تنحاول بما امكن انني نختصر. راه كيجي زوين. غادي نوريكم حتى الطريقه باش تحمروه ان شاء الله، والطريقه باش تحتفظوا به، وحتى الثمن البيع ديالو بالنسبه اللي بغى اللي بغى يبيعو، خصوصا دابا بالنسبه للاعياد وبالنسبه للعاشوراء وبالنسبه لهذا. وراه زوين يعني يكون عندك حتى في الدار في اي وقيته. من بعد ما قطعته هانتوما كما كتشوفوا، راه الوقت اللي عطيتكم ديال الطياب ديالو الاول راه كافي. 5 دقائق راه كافيه. الا طيبتي بزاف راه في التقطع غيبدا يتهرس ليك. شوفوا كي كيجي من الداخل. وغنوريكم البنات الطريقه باش كتحمروه. هنا انا كملت الكميه اللي عندي. غادي نسخن الفران مزيان درجه الحراره 180. ومن بعد ملي غندخلو غادي نقص الحراره، غنخليها 120 او يعني حسب الفران اللي عندك. المهم الحراره ما تكونش بزاف
باش يتحمر من الداخل، باش من يتخليه باش من يتخرجيه ما تلقايش محمر من على برا ومن الداخل مازال. وحتى لا احتفظتي به كيبقى مزيان، كيبقى مقرمش. وبالنسبه لثمن البيع غير 40 درهم، وراه كيجي زوين وبمذاقات مختلفه كما قلت لكم، وتصوبيه في رمشه عين. هذا اللي بالثومه، وهذا اللي ضفت ليه الحار، وهذا اللي بالزعتر. وهذا هو الشكل النهائي ديالو، راه كيجي زوين ويمكن لك تصوبيه في اي وقيته، واقتصادي. هذا هو المهم. ديروا النيه وديروا لايك واشتركوا في القناه وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ان شاء الله.